السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هوضح طريقة رسم الباترون الإيطالي. الباترون الإيطالي أو يقال عليه الباترون الفرنسي أو يقال عليه الباترون بتاع الملابس السواريه اللي هو بالبنس، اللي هو الباترون المجسم. عندي المقاسات بتاعي اللي أنا بحتاجها. عندي الدورانات الثلاثة: دوران الصدر، دوران الوسط، دوران أكبر حجم. الأطوال: طول الظهر، طول الصدر، طول الجنب. طبعا هشوف انا دلوقتي المقاسات بناخدها ازاي. طريقة اخذ المقاسات انا كنت واخدها قبل كده في فيديو سابق. انا اللي يهمني واللي عايزه اوضحه اللي هو طول الظهر وطول الصدر. طول الصدر باخده من التقاء الرقبة بالكتف، بيمر على اكبر جزء من الصدر الى ان اصل الى الوسط بالشكل ده. من هنا كده يمر على بروز الصدر إلى أن نصل إلى الوسط. ده طول الصدر. طيب طول الظهر ده المقاس اللي يهمني، طول الصدر وطول الظهر. طول الظهر بيتاخد من العظمة السفلية للرقبة، من الجزء ده، من العظمة السفلية للرقبة إلى طول إلى مقاس الوسط. ده طول الظهر. لكن المفروض إن أنا أخده من مكان الكتف، من التقاء الرقبة بالكتف زي الصدر بالظبط. لكن هما بياخدوها في المقاسات من أسفل الرقبة، والمسافة دي بتمثل حردة الرقبة الخلفية مقدارها 1 سنتي. فبناخد مقاس طول الظهر وبنزود عليه مقاس الحردة اللي هو بنزود عليه 1.5 سنتي أساسي، اللي هو مقدار الحردة أو المقاس اللي احنا طرقناه وما خدناهوش من الكتف. الفرق هو ده الفرق، خلي بالنا منه. طول الظهر بناخده من العظمة السفلية، لكن طول الصدر باخده من التقاء الرقبة بالكتف. فطبعا هيكون في فرق عندي. الفرق اللي عندي ده هنشوفه في رسم الباترون هيكون ازاي. انا هوضح طريقة رسم الباترون الايطالي على 3 مرات علشان يبقى واضح. بلاش اشرحه مرة واحدة علشان ما ننساش، وهو اساس اي حاجة الباترون. فانا هرسمه على 3 اجزاء. المهم، عندي دوران الصدر، دي مقاسات نموذجية، ولكن يصلح المقاسات على اي مقاسات ايا كانت. ده باترون اساسي. يعني عندي دوران الصدر 96، مع حد تاني طلع 100، 110، 120، ايا كان. باخد دوران الصدر وبقسمه 4 مرات على 2. قسمته على 2 طلع 48، على 2 طلع 24، على 2 طلع 12، على 2 طلع 6. باخد اهو دوران الصدر بقسمه 4 مرات على 2. باخد اول ناتج اللي هو 48، ازود عليه 3 سم اساسي، يديني 51 عرض الباترون. احنا قلنا ايا كان المقاسات. باخد اول ناتج ازود عليه 3 سنتي، يديني عرض الباترون. طيب ده العرض. طول الباترون بيجي منين؟ بيجي من طول الظهر اللي هو احنا قسناه او خدناه مقاس نموذجي 40، وبزود عليه 1.5 اساسي لجميع المقاسات. ليه 1.5 اساسي؟ لان انا واخده المقاس من اسفل الرقبه مش من خط الكتف، فيديني 41.5. ده طول الباترون. يبقى طول الظهر يطلع عند اي حد مهما كان، لكن 1.5 الاساسي دول لازم نزودهم علشان نعوض المقاس، لان احنا واخدين المقاس من اسفل الرقبة. يبقى انا دلوقتي هرسم خط عرضي قياسه 51، وخط طولي قياسه 41.5. رسمت كده خط عرضي قياسه نص محيط الصدر زائد 3 سنتي اللي هو 51، وخط طولي اللي هو طول الظهر زائد 1.5 سنتي اللي هو 41.5 سنتي، وقفلت المستطيل. بعد كده باخد الناتج الرابع والناتج الثالث. مهمين التقسيمة دي. باخد الناتج الرابع والناتج الثالث. اخد الناتج الرابع بقيسه مرة، ولنفرض النقطة ديت نقطة ألف. بقيس من ألف إلى اليسار آخر ناتج اللي هو 6 سنتي، وقيس 12 سنتي مرتين. وبعد كده أرجع تاني لقياس اللي هو القياس الرابع، أقيسه تاني مرة. هنشوف إزاي. نعيد النقطة دي تاني. التقسيمة اللي أنا خدتها عندي قسمتها دوران الصدر 4 مرات على 2.
عندي الناتج اللي هو الأخير اللي رقم 4، والرقم اللي هو 3، القسمة اللي هي رقم 3. خدت رقم 4 وقست من نقطة ألف إلى اليسار 6 سنتي، ورقم 3 الناتج بقيسه مرتين 12 وده 12، وارجع تاني للناتج اللي هو الرابع بقيس تاني 6. أدا 6، ومن هنا لهنا 12، ومن هنا لهنا 12، ومن هنا لهنا 6. النقطة بتاع القياس ال 12 وال 12 بمدهم إلى أسفل. مديت الخطين اهوت اللي هو القياس ال 12 وال 12، نزلتهم على الخط ب د. لو انا بسمي الاسماء أدا ألف وب وجيم ودا. كل ده اساسيات في الباترون. طب انا عاوز ارسم بقى دلوقتي حرة الرقبة الخلفية وحرة الرقبة الامامية. انا قايسة من الف الى اليسار 6 سنتي اللي هو اخر ناتج للقسمة، بزود عليه 1 سنتي، ده توسيع للرقبة. 6 هتبقى 7 سنتي، بقى سنتي كده زيادة بقى 7. وطيب هنزل العمق قد ايه؟ العمق اللي هو 1.5 الاساسي اللي احنا مزودينه على طول الظهر. يبقى حرة الرقبة الخلفية اللي هو اخر ناتج اللي هو 6 زودنا عليه 1 سنتي بقى 7، ونزلنا العمق 1.5 ووصلنا حرة الرقبة الخلفية. عاوزين نقيس حرة الرقبة الأمامية زي ما قسناها هنا كانت 6 زائد 1 7، في الأمامية برضو هتبقى 7 سنتي. أنا عندي هنا في القياس طول الظهر 40.5 اللي هو الأساسي بتاعت الحرة بقت 41.5، وطول الصدر 43. الفرق بينهم كام؟ أنا عندي اهو 43 ناقص 41.5 هيبقى الفرق 1.5. يعني أنا عندي الأمام عايزة ارتفع بيه 1.5 زيادة عن الخلف علشان بروز الصدر. زي ما احنا عارفين الخط المستقيم لا يساوي الخط المنحنى اللي هو بروز الصدر، فبيكون اطول. فالفرق بينهم عندي في المقاس طلع 1.5. هعمل اقيس 1.5 ازاي؟ عند نقطة د بقيس الى اعلى 1.5 سنتي اللي هو الفرق في الطول، مقاس طول الصدر عن طول الايه الظهر 1.5 سنتي. ارتفعت انا من ده لاعلى 1.5 سنتي، الفرق بين طول الصدر وطول الظهر. طيب الحردة هقيس ايه؟ الحردة عندي بتاعت الخلف 7 سنتي، فانا بقيس من النقطة بتاعت اللي هي 1.5 الاعلى ديت الى الامام الى اليمين 7 سنتي بالشكل ده. يبقى انا من هنا قيس هنا اللي هي 6 زائد 1 اللي هي عبارة عن آخر ناتج للقسمة زائد 1، لأن ممكن لو أنا أخد أي مقاسات مختلفة تبقى مش هتبقى 6 زائد 1، لا هي آخر ناتج للقسمة زائد 1، لكن هي طالعة عندي 7 زي الخالف. طب لما أجي أقيس العمق هقيسه من فوق من عند 1.5 اللي الطول بيساوي العمق. يعني أنا بحط شريط القياس كده واقعد اقيس 7 سنتي واحط نقطة عشان يطلع الدوران مظبوط، اقيس 7 واحط نقطة وارسم حردة الرقبة الامامية. وكده يبقى انا رسمت حردة الرقبة الامامية وحردة الرقبة الخلفية، وده يعتبر الجزء الاول من الباترون. وان شاء الله هنكمل عليه الجزء الثاني علشان طبعا ما نتوهش من الباترون ونحفظه. الباترون ما فيهوش اي حاجه خالص، عند المقاسات وبقسمها بالشكل اللي انا بقوله ده هيطلع مظبوط 100%. دي الطريقه الاساسيه لرسم الباترون، الطريقه المعتمده اللي بتدرس في الجامعات. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.